السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير في احسن الاحوال. النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم غدا سهل وبسيط. الغدا بتاعي النهارده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كبدة فراخ. طبعا انا كنت مستعجلة عليها فادت لها غلوة في المية بكمون. طبعا معايا بصل جوانح وفلفل وطماطم وتوم، ودي مكرونة هعملها جنبها. وعندي برضو حتة لحمة كده كانت متبلة كفتة في الفريزر. وادي بقى هحطها في الصينية كده بالشكل ده، بصل جوانح وطماطم وفلفل. وادي الكفتة دي برضو عبارة زي الكباب كده بالظبط. طبعا هعك ما عنديش خلل، فعندي نستعين بالمعلقة. طبعا هعك المعلقة زيت، وعك ايدي زيت، واعملها كده بالراحة. وطبعا فرشالة زي ما انتم شايفين كده البصل وطماطم وفلفل وشوية بهارات. طبعا زي ما انتم شايفين كده ببل ايد عك ايدي زيت والمعلقة زيت واحطها في الصينية. وصلى على النبي بقى يا حبايب قلبي، عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انت شايفة كده بالشكل دوت. هتسحبها بالراحة اكنك عندك خلة بالظبط. انا ما عنديش خلة فقلت استعين بالمعلقة. وادي كده الشكل النهائي بتاعي. ربع كيلو بقى لحمة. طبعا قيمة يجي ربع كيلو لحمة. شوفي زي ما انتم شايفين كده عمل معايا الكمية ديت. ما شاء الله. وادي طبعا بقى معايا صينية زي دي كده هحط فيها معلقة زيت، يجي قيمة معلقة زيت. وهحط فيها الكبدة. زي ما انت شايفة كده هحط زيت اهوت، بس الزيت مش كتير يعني، قيمة تيجي معلقتين برضو زيت. وطبعا انا كنت عاطل للكبدة غلوة مع شوية كمون. الكبدة بتحب بالذات الكمون والثوم. وهنزل عليها بالجوانح البصل زي ما انتوا شايفه كده. البصل طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاه زي جوانح كده. وطبعا بقى هفضل اقلب فيه لما يدبل. هنزل عليه بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده. صلى على النبي يا حبايب قلبي. صلى على النبي بقى في الكومنتات يا حبايبي. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك عشان نوصل كل جديد. غدا سهل وبسيط. كل يوم بقى بنفكر هنعمل غدا ايه. طبعا انا لقيت بقى عندي الكبده ديت، قلت اعملها وكده. زي ما انتم شايفين كده ادينا عطيله غلوه. واتبلت اهيت ونزلت البصل اتبل ونزلت عليه بالكبده. وطبعا بقى حاطه بقى جميع البهارات عندي. الفلفل ما شاء الله، فلفل وكمون كزبره وبابريكا وتوم والحاجات دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما شاء الله، بألف هنا وشفا على اللي هياكل. تعالوا اتفضلوا معانا. اه, وبرضو حاطه مرق الدجاج. بحب يعني عامه بحب احط مرقه الدجاج بالذات في الاكل. بقى جميع اي اكل اللي بحب البهارات بحط برضو من ضمنهم اللي هي اللي هي المرقه. اه شايفين ما شاء الله. وهنزل عليها بقى بالفلفل الاخضر. والطماطم ديت بقى طبعا يا حبايبي هتبقى اخر حاجه، وهي داخله في السوا يعني. اقوم حطها اخر حاجه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا معايا 4 فصوص توم ودقاهم بس مش قوي. الكبده بالذات بتحب الكمون والثوم. ما شاء الله. سواء بقى كبده فراخ او كبده لحمه بتحب الثوم والكمون. ما شاء الله. كبد بس مش قوانص كبد. وايه وادي قرفه وبهارات ما شاء الله، وبابريكا زي ما انتم شايفين كده. بكفايه بس الريحه والطعم. الريحه والله يا جماعه قلب الدنيا ما شاء الله. والجيران شامين الريحه. كل ما اجي اعمل اكل الجيران يقولوا لي ايه سمر انت بتعملي لنا اكل حلو النهارده. شايفين ما شاء الله. وهنزل عليها بالطماطم. دخلت في سوية هنزل بالطماطم.
ومش هقلبها عشان يبقى اما تيجي تقدمها كده في الطبق يبقى الشكل حلو. وادي طبعا بقى الكفتة اهوت بتغلي اهيت وبقلبها عشان تستوي على النار هادية كده وتقوم داخله الفرن احمرها بس زي ما انتم شايفين مش عايزه كده. اقول النهارده الحته اللي فهمتي. دي عبارة برضو عن كباب. انا كنت عيناها في الفريزر متبلة بجميع البهارات بس من غير شبت ولا كزبرة ولا حاجات من دي. ما شاء الله. في ساعتها بتلاقيكي ما شاء الله طبخت الاكل بألف هنا والشفا يا رب. وده بقى الشكل النهائي بتاعي. ما تنسونيش في اللايك ولا